ازيكم يا رجاله عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم على ماتشين. عندنا ماتش الاهلي اللي كسب الاسماعيلي، وعندنا ماتش الزمالك اللي كسب سموحه وخلاص وصل لمركز تاني في الدوري. هنبدا الاول بماتش الاهلي والاسماعيلي. ماتش ما كانش فيه كلام كتير. المباراه طبعا كانت مباراه سهله جدا للاهلي، وفعلا تروب استغلها في ان هو يعمل شويه تغييرات. شفنا محمد شكري مكان كوكا النهارده، وطبعا شفنا الشناوي مكان مصطفى شوبير. واحنا عارفين ان من الاول ان شوبير هيلعب بافريقيا والشناوي هيلعب الدوري ده لفترة محددة كده، ويتقال بعد كده انه ممكن يتعدل، وبعد كده نشوف واحد فيهم اساسي في كل البطولات. ثنائية الدفاع كان ياسر ابراهيم وياسين مرعي زي ما هي، ومحمد هاني طبعا في الباك اليمين. ديانج وبن رمضان شفناهم في وسط الملعب، وده طبعا كان تغيير شوية ان احنا ريح مروان عطية الماتش ده. وشفنا قدام منهم حسين الشحات على اليمين طاهر، وعلى الشمال بن شرقي، وطبعا كيموش المهاجم الجديد اللي مبينش اي اماره يعني. بن شرقي لما لعب في ناحيه الجناح الشمال شفنا النهارده ان هو كان احسن بكتير قوي، وواضح ان هو راجل فايق، والراجل بيبان فعلا ازاي بن شرقي ان هو يقدر يشيل فرقه. الراجل النهارده كان في مستوى عالي جدا، وقدر فعلا ان هو يساعد النادي الاهلي النهارده كتير. طبعا بن شرقي زي ما احنا عارفين هو كان نجم المباراة، يعتبر هو راجل مات تقريبا بتاعت النادي الأهلي. قدر إن هو يخلق كذا فرصة في كرة في الشوط الأول اللي هو لعبها لحسين الشحات، وحسين الشحات ركنها بره. ودي تقريبا اللقطة الوحيدة لحسين الشحات الحلوة في الماتش. حسين الشحات مش لعيب عمق، وزي ما قلنا مشكلة رقم 10 عند تروب إن هو دايما بيحاول يخليه يميل على طرف من الأطراف، ويحاول يعمل الزيادة. طبعا واضح أوي إن هو بيستغل لعيبة في غير مكانها. يعني حسين الشحات مش لاعب رقم 10، هو وينج شمال. بن شرقي هو وينج شمال. اي تغيير ليهم بيقلل من المستوى اللي بيقدموه. شفنا بعد كده في مجريات الماتش يعني بعد شويه بقى لعب بن شرقي تاني يمين، وطبعا ودى طاهر شمال. طبعا بن شرقي لما بيروح يمين هو اصلا الغزاله بتاعته بتقفل، وبن شرقي لعيب غزاله رايقه تشوف منه احسن كوره. الغزاله مش رايقه مش هتشوف منه حاجه خالص خالص يعني. المباراة مفيهاش كلام كتير يعني. الأهلي خلصها من الشوط الأول وريح نفسه خالص. الشوط التاني كان يعتبر الأهلي بيزود شوية في الروتيشن بتاعه. شفنا أخيرا بقى بالعمري لعب النهاردة مكان شكري في الناحية الشمال. الراجل بيقول لك إن هو باك شمال يعني، اللي هو بيقول لك مش جاهز وبتاع، في على الأقل باك شمال يعني. الراجل اللي عنده كورة يعتبر كان كويس النهاردة، ما كانش وحش خالص. شفنا محمد شريف نزل النهاردة، ومحمد شريف يعني حاول اجتهاد. بس طبعا محمد شريف او فكره المهاجم في النادي الاهلي عامه الفتره الاخيره بقت سيئه كلها يعني. سواء كيموش سيء جدا، واضح قوي ان الراجل فاقد الثقه. في كوره في الشوط الاول كان المفروض يروح يحطها في الجون، راح عرضها. دي قله ثقه ملهاش حل تاني يعني. رمضان شويه لما خد ادوار هجوميه ظهر ان هو افضل بكتير قوي من لما بيرجع لورا. بس طبعا المباريات ديت يعني مباراه ساعدت ان الاسماعيلي برضو في الضياع خالص. الكابتن طارق العشري بيحاول قد ما يقدر ان هو الفرقه ما تنهارش منه، فعشان كده هو ما كانش بيحاول ان هو يكسب قد ما هو بيحاول الفرقه دي ما تخسرش سكور علشان ما تنهارش يعني. الفرقه ما عندهاش اي انياب يعني. بيلعب احمد عبد المنعم حارس مرمى تعبان جدا، ما عندوش اي امكانيات ان هو يعمل اي حاجه، وما عندوش اي حد في اي مركز يعني ان هو يقدر يساعد الفرقه. الاهلي عمل المطلوب منه النهارده ان هو كسب، وعمل المطلوب منه ان هو قدر يعمل روتيشن برضه لكذا لعيب. بس المباراة طبعا مش مقياس خالص، لأني ضعف الفريق المنافس. ماتش الزمالك قدر ان هو يكسب هدف 1-0 ناصر منسي. طبعا الزمالك النهارده بيلعب ماتش بتشكيل مختلف شويه، في شويه روتيشن يعني على الضيق كده الزمالك عاملهم. شفنا في البدايه طبعا المهدي سليمان كحارس مرمى. المهدي خلاص يا جماعه، هو المهدي زي صبحي زي عواد في المرمى. التلاتة كويسين. الفكرة بس ان سبحان الله صبحي وعواد الاتنين كانوا بيتخانقوا مين اللي هيلعب. انا اللي هلعب، ده انا اللي هلعب. عواد زعل غلط هوبا ما مش موجود، استبعد. بعد كده صبحي اتصاب. بعد كده سبحان الله المهدي سليمان جاي من بعيد جدا لعب اساسي. الراجل 10/10. وفي كورة كمان هو طلعها كورة انفراد، وفي كذا كورة لا حارس مرمى ثابت وزي الفل، مفيش مشكلة اصلا معاه خلاص. آه، بعد كده شفنا في خط الدفاع طبعا محمد ابراهيم كان كويس جدا. محمد ابراهيم عامه لعيب ناشئ زي الكتاب ما قال، بصراحه أنا بشوفه ما يقلش عن اي باك يمين في الدوري، وراجل ماشي كويس قوي معانا. شفنا كمان في حسام عبد المجيد والونش، وانا اتكلمت على الثنائيه دي ان لازم يتبدلوا شويه، يبقى حسام عبد المجيد هو المدافع الايمن والونش المدافع الايسر. ليه؟ لان الونش بيعرف يلعب برجله الشمال احسن من حسام، فهيساعد ده في الخروج بالكره يعني هتبقى اسهل شويه. الناحيه الشمال شفنا ايشو النهارده ريح.
تعيشه في الناحية الشمال. شفنا كمان في السيد أسامة، وشفنا في محمد السيد، وشفنا محمد شحاتة، وطبعا عدي الدباغ. عدي الدباغ لا كان ده كان النهارده. شفنا خوان بيزيرا وشيكوبانزا وقدامهم سيف الجزيرة. طبعا هو خط الهجوم كله متغير، بس ليه؟ لأن الراجل زي ما قلت لك كده هو عنده ماتش مهم جدا قدام كايزر تشيفز، فعايز يريح اللعبة الأساسية. اللعبة الأساسية اللي هو يا جماعة خلاص الزمالك بقى دلوقتي أو معتمد جمال خلاص اعتمد ان الخط الهجومي بتاعه هو ناصر منسي واخوان وعدي الدباغ كوينج يمين، واحمد شريف كوينج شمال. دول الاساسيين بتوعه. حتى انت هتلاقي الزمالك اتحسن قوي لما لعب دول في الشوط التاني. الشوط الاول ما كانش فيه كلام كتير، الماتش فيه خوف طبعا من الفريقين. سموحه طالع من مكسب على بيراميدز، وفي نفس الوقت سموحه هو خامس الدوري، فالزمالك مش ماتش سهل بالنسبه له. الشوط الاول الزمالك راح بكورتين هم دول اللي كان يقدر يخلص فيهم. كرة شيكوبانزا اللي هو اتأخر فيها، الكرة دي كانت سهل جدا ان هو يحطها جون ويريح الفرقة. بس طبعا الراجل ده غريب يا جماعة، وفعلا ملهوش مقياس، وما تعرفش دماغه دي شغالة ازاي. الكرة كانت من خوان بزيرة لعبها شيكوبانزا، رايح خلاص حط يا عم الجون يا عم وكسبنا. لا، في كرة كمان كان محمد سيد شاطها كده وجون سموحة صدها، وبعد كده ردت لسيف الجزيري. سيف الجزيري راح حطها بوش رجله الخارجي اليمين، ده هو لو كان حطها برجله الشمال كانت جت جون، لان الجون كان فاضي كله، الحارس خلاص كان طلع بره. بس سيف الجزيري ضيعها. وسيف الجزيري عامة لعيب كسول شوية، فساعات لما بتبقاش كورة ماشية معاه خلاص هو بيركن، وده اللي حصل النهارده. سيف الجزيري ما كانش حلو النهارده خالص. في المقابل سموحه راح بكذا كوره كده. سموحه عنده حاجه، اللعيبه الاجانب بتوعه تحس ان هم شبه شيكوبانزا كده، اللي هو نظام اللعيب اللي بيجري ما بيعرفش يفرمل يعني. في كوره اللي هو المهدي سليمان طلعها كانت انفراد، دي كانت ممكن تخش جون. غير كده مش مالهمش خطوره كتير قوي. سموحه اصلا مع احمد عبد العزيز بيعتمد قوي على التنظيم الدفاعي، وفعلا كان صعب جدا وكان قافل الماتش اصلا على الزمالك. في الشوط التاني بدأ شوية الزمالك يلعب كرة لما بدأ عدي الدباغ نزل هو وناصر منسي، ما كانش كوبانزا وسيف الجزيرة. طبعا التغييرين دول عملوا حاجة كويسة أوي إن الزمالك بقى أكتر مباشر على الجون. ما عجبنيش بس إن هو ودى خوان بيزيرا ناحية الشمال، كان الأفضل إن هو يودي عدي هو اللي ناحية الشمال، لأن عدي زي ما احنا عارفين هو بيلعب كجناح وهمي يعني. كده كده هو الهدف من دخول عدي كجناح إن هو يدخل كمهاجم تاني، فمش هتفرق معاه ويلعب يمين او شمال. انما خوان بيزيرا بيبقى اسهل شويه ان هو يلعب ناحيه اليمين، دي عدلته يعني. بس برضه رب ضارة النافعة وجود شيكو خوان بيزيرا ناحية الشمال كان بيخليه يدخل الملعب كتير قوي، لأن هي مش عدلته، فهو مش مرتاح مش هيعمل حاجة هناك، فبيدخل. وده اللي حصل اللي جه منه الجول، إن هو راجل دخل وعمل سرور لناصر منسي. ناصر منسي يا جماعة حقيقي مهاجم الزمالك الأول الفترة دي هو ناصر منسي بشغله، لان الراجل ما بيبخلش باي عرق وباي مجهود، وفي نفس الوقت بعدم الفزلكه. حاجه مهمه جدا دلوقتي في الكره المصريه، لان ما بقاش فيه اللعيب اللي هو المباشر على الجون، اللي هو بتجيني الكره وبشوطها زي ما هي خلاص، مش لازم اقعد اتفزلك وارقص واعدي واحاول اعمل اي، لا لا لا، هي زي ما جت الراجل عدلها وراح شايطها. طبعا الكره فيها توفيق ان هي خبطت في الايام ودخلت، كانت ممكن تطلع بره بس الحمد لله دخلت، واحنا مش عايزين اكتر من كده يعني. وشكرا يا عم ناصر بصراحه، الراجل اسطوره 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 عظمه. شكرا ناصر منسي، احنا بنحب ناصر منسي عامة. بعد كده شفنا عبد الله سعيد برضو لما نزل مكان محمد السيد. عبد الله ادى خلاص بقى، الزمالك بقى معاه الاستحواذ، بقى معاه رتم الماتش، بقى قادر يسيطر عليه. عبد الله طبعا مفيش كلام ان هو دلوقتي المايسترو بتاع الفرقه، وان هو الراجل هو اللي بيقدر يكسب الزمالك، وهو اللي كمان اللي بيقدر يتحكم في ايقاع اللعب. كان نفسي ان محمد السيد يبقى معاه شويه في الملعب عشان يتعلم منه شويتين كده، يعرف يتحكم في الريتم، لان محمد السيد ده مشروع عبد الله سعيد جديد. انا من وجهه نظر لعيب من احسن اللعيبه اللي طلعت في قطاع الناشئين. كان اداؤه كويس ما كانش وحش، بس لما عبد الله نزل برضو طبعا فرق الخبره كتير كتير قوي يعني. طبعا في اخر الماتش شفنا الخضري نزل. الخضري طبعا كان مريح النهارده ليشو، بس شفنا في اخر الماتش نزل مكان خوان بيزيرا. طبعا تغيير دفاعي شويه عشان يقفل يعني، والحمد لله الزمالك طلع باللي هو عايزه في النهايه، ان انا قدرت اعمل روتيشن وقدرت اخد الثلاث نقط المهمين قوي. وفي نفس الوقت الزمالك عامل زي اللي عايش اليوم بيومه كده، زي ما قلنا ان هو خلاص انا بحاول ان انا اشوف النهارده ايه الامكانيات اللي معايا وايه اللعيبه اللي متاح معايا النهارده والعب بيها. لان حتى الناس اللي يعني الزمالك بقى في موقف رخم شويه، ان هو ناس راجعه من اصابه، ناس اساسيه راجعه من اصابه، فهم مش جاهزين، ولاعيبه اصلا بتلعب ناشئين هم اهلكوا، ولاعيبه اساسيين اهلكوا من كتر اللعب وبتاع، من كتر ضغط الماتشات، فوقت صعب شويه. المهم الحمد لله الزمالك كسب، ورجع تاني الدوري، وبيراميدز تالت والاهلي رابع. خلاص هو الدوري ولع يعني. الزمالك اتأجل له ماتش سيراميكا بقى، هو بقى دلوقتي الساعة 5 بدل ما كان 2:30، دي حاجة كويسة يعني. مش عارف هما ليه كانوا أصلا كانوا عاملين 2:30.
مان اوف ذا ماتش في الماتش ده كان خدها ناصر ماسي، وهي مستحقة بصراحة. الراجل نزل في نص ساعة خلص الماتش. في النهاية اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم متنساش تدوس لايك وسبسكرايب. السلام عليكم.